أهلا بكم يا سنة أولى إعدادي. إن شاء الله هنبدأ مع بعض الترم الثاني وأول درس بعنوان عناصر المناخ. وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هينزل عليه أسئلة مهمة، هسيب لك الرابط في أول تعليق. هنشرح المنهج بالكامل، والمنهج سهل وبسيط، بس انت تابع معاي وذاكر وإن شاء الله هيبقى منهج الدراسات سهل جدا وهتجيب أعلى الدرجات. عناصر المناخ إن الله سبحانه وتعالى أمد الأرض بكل عناصر الحياة، وأول هذه العناصر المناخ. فباختلاف عناصر المناخ تختلف أشكال الحياة على سطح الأرض حتى تصبح نظاما بيئيا. نظام بيئي يعني إيه؟ عناصر البيئة المختلفة اللي هي طاقة الشمس والهواء والمياه والنبات والحيوان والإنسان، وتكون صالحة ليعيش فيها الإنسان والحيوان والنبات في تكامل وعلاقة متكاملة ومتوازنة. هنتعرف الأول على المناخ والطقس. المناخ والطقس. المناخ اللي هو إيه؟ متوسط حالة إيه؟ الجو. متوسط حالة الجو في إيه؟ في فترة زمنية طويلة. دي المناخ. من حيث إيه؟ من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. ده المناخ. أما الطقس فهو إيه؟ هو وصف، بيصف إيه؟ حالة الجو في إيه؟ في فترة زمنية قصيرة، زي ما بنشوف على التلفزيون. حالة الطقس بيقول لك درجة الحرارة الصغرى والكبرى. أما المناخ فهو إيه؟ متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة. أما الطقس ففي فترة زمنية إيه؟ قصيرة. قد تكون إيه؟ يوما أو يومين أو أسبوع. من حيث إيه؟ من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. يعني المناخ اللي هو متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة، يعني فصل كامل ممكن، دي المناخ. أما الطقس فهو وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، يومين أو يوم أو أسبوع. من إيه؟ من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. برضو المناخ من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. الفرق بين المناخ والطقس من إيه؟ من حيث الفترة الزمنية. عناصر المناخ هم 3 حاجات، اللي هي الحرارة والضغط الجوي وإيه؟ والأمطار. دول عناصر المناخ. عناصر المناخ اللي هم 3: الحرارة، الضغط الجوي، الأمطار. أولا الحرارة، اللي هي إيه؟ أهم عناصر المناخ. اللي هي أهم عناصر المناخ. ممكن يجيب لي سؤال يقول لي إيه؟ بما تفسر. الحرارة أهم عناصر المناخ بما تفسر. هقول له لأنها إيه؟ تؤثر على باقي عناصره.
اللي هي ايه؟ اللي هي الضغط الجوي والرياح والأمطار. مصدر الحرارة اللي هو ايه؟ الشمس، وهي المصدر الوحيد للضوء والحرارة على سطح الأرض. وبتختلف ايه درجات الحرارة من مكان لآخر. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي تختلف درجات الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض، ويجيب لي يقول ايه بما تفسر. لعدة عوامل، هم 5، خد بالك وركز معاي. أول عامل الأول اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. 2، التضاريس. 3، القرب أو البعد عن المسطحات المائية. 4، الغطاء النباتي. 5، طول وقصر النهار. خد بالك وركز، لو جاب لي سؤال وقال لي تختلف درجات الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض بما تفسر، هذكر له ال5 دول، هنقولهم مع بعض تاني. 1، اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. 2، التضاريس. 3، القرب أو البعد. 3، القرب أو البعد عن المسطحات المائية. 4، الغطاء النباتي. 5، طول وقصر النهار. وال5 دول بتؤثر في درجات الحرارة. يؤثر في درجات الحرارة اللي هو اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض والتضاريس والقرب أو البعد عن المسطحات المائية والغطاء النباتي وطول وقصر النهار. هناخد 1، اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. ترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء. وتقل درجة الحرارة ايه؟ وتقل درجة الحرارة كلما بعدنا ايه؟ كلما ابتعدنا عنها. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي ايه بما تفسر ترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء وتقل درجة الحرارة كلما ابتعدنا عنها. خد بالك من السؤال دي، لأنه أشعة الشمس تكون عمودية عند دائرة الاستواء، تكون عمودية عند دائرة الاستواء، ومائلة كلما ايه؟ ابتعدنا عنها. انه أشعة الشمس بتكون عمودية عند دائرة الاستواء ومائلة كلما ابتعدنا عنها. لأن كده اهو ادي الشمس، دي الشمس هنا اهو عند دائرة الاستواء، بتكون ايه؟
عمودية. أما لو ابتعدنا شمالا أو جنوبا بتكون مائلة، أشعة الشمس مائلة. فأشعة الشمس لما تكون مائلة بتتلقى الأرض كمية قليلة من أشعة الشمس، فتكون درجة الحرارة منخفضة. أما عند دائرة الاستواء فتكون شديدة الحرارة عشان عمودية عند دائرة الاستواء. دي إيه؟ اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. ناخدوا التضاريس. التضاريس برضو بتؤثر في درجات الحرارة، من حيث إيه؟ إنه تقل درجة الحرارة بمعدل إيه؟ درجة واحدة كلما ارتفعنا كام؟ عن مستوى سطح البحر حوالي 150 متر. 150 متر عن سطح البحر، يعني كل ما ارتفعنا عن سطح البحر 150 متر بتقل درجة الحرارة درجة واحدة. ولذلك يغطي الثلج بعض قمم الجبال المرتفعة الموجودة في المناطق المدارية، زي إيه؟ قمة جبل كينيا، وهو يقع في المنطقة المدارية الحارة في قارة أفريقيا. يبقى تاني، التضاريس تقل درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح البحر، مثل جبل كينيا في قارة أفريقيا، وهو يقع فين؟ في المنطقة المدارية الحارة. 3، القرب أو البعد عن المسطحات المائية برضو بيؤثر في درجات الحرارة، لأنه تتميز المناطق اللي هي قريبة من المسطحات المائية باعتدال إيه؟ المناخ. تتميز المناطق القريبة من المسطحات المائية باعتدال حرارتها صيفا ودفئها شتاء. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي بما تفسر. تتميز المناطق القريبة من المسطحات المائية باعتدال حرارتها صيفا ودفئها شتاء. لأنه إيه؟ لأن المياه بتعمل على إيه؟ تلطيف وتحسين درجة حرارة المناطق القريب منها صيفا وشتاء. 4، الغطاء النباتي إنه بيغطي أشعة الشمس من الوصول لسطح الأرض، زي إيه؟ زي الغابات والمزروعات، بيمنع أشعة الشمس من الوصول مباشرة لسطح الأرض. عشان كده إيه؟ تقل درجة الحرارة في الغابات والمناطق إيه؟ المزروعة، عشان الناس بتروح الأماكن المزروعة في الصيف أو بتروح الحدائق لأن الجو بيكون لطيف فيه. 5، طول وقصر النهار برضو بيؤثر في درجات الحرارة. بيؤثر إزاي؟ لأنه يطول النهار مثلا ساعتين، فالساعتين دول الأرض بتتلقى أشعة الشمس فإيه؟ تزداد الحرارة. يبقى يطول النهار في فصل الصيف بسبب أو نتيجة إيه؟
إن الأرض بتتلقى كمية كبيرة من أشعة الشمس، فده بيعمل إيه؟ بيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. ممكن يقول لي يطول النهار في فصل الصيف، ما النتيجة؟ يبقى النتيجة إنه إيه؟ إن الأرض إنها بتتلقى كمية كبيرة من أشعة الشمس أو الإشعاع الشمسي، بتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. طيب ممكن برضو يقصر النهار في فصل الشتاء. النهار في الشتاء بيكون زي ما بنقول عليه إنه قصير، أقصر من الصيف، فتتلقى الأرض كمية قليلة من الإشعاع الشمسي. يعني لو في فرق ساعتين، الساعتين لما تكون الشمس موجودة على الأرض فبتزيد الحرارة وبتبقى إيه الجو حار. إنما لما بتقل ساعتين بيبقى إيه الحرارة منخفضة وبيبقى إيه الجو ساقع شوي. يبقى يقصر النهار في فصل الشتاء، لأنه إيه؟ لأن الأرض تتلقى كمية قليلة من أشعة الشمس أو الإشعاع الشمسي، أشعة الشمس، فبذلك إيه يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة. بكده خلصنا شرح الجزء الأول من الدرس الأول عناصر المناخ. حط لايك واشترك في القناة وشارك الفيديو مع أصحابك. شكرا، وتابعنا في الجزء الثاني قريبا. كان معكم مستر رفعت من قناة تفوق في الدراسات الاجتماعية.